السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي وكل الناس اللي انا بحبهم. اتمنى يا رب دايما يكونوا بخير وفي افضل حال. عشان ما اطولش عليكم وعايزين نلخص مع بعض الموضوع ونتكلم في ملخص الحوار. ان شاء الله الموضوع كويس وبسيط جدا، بس عايزك تركز معايا تشتغل عليه، اللي هو فلومورا. هنفتح البرنامج مع بعض. تمام كده البرنامج بيفتح اهوت. عايزك تركز معايا ما تتوهش مني، الله يبارك لك. ركز معايا عشان تستفاد في كل لحظة في الفيديو، وعايزك تطول بالك عليا وما تقلبش، وركز معايا في كل ثانية، وما تنساش تصلي على النبي واحنا شغالين مع بعض. مشروع جديد. تمام. مشروع جديد اهوت. هندوس طبعا نضيف مشروع جديد، ونيجي على رحلتك مع الرزق. ماشي يا عم صالح، رحلتك مع الرزق نجيبه ونحطه في لاين. عايز تفتح على 720 على 1080 زي ما انت عايز. تمام. هنا ده البرنامج، ده بيقول لك رحلتك مع السلام الرزق. عليكم ورحمة الله وبركاته كل اخواتي. نقفل الصوت عشان ما نضايقش حد بس الاول. ده الصوت. طبعا خليني اشرح لك كده الموضوع ببساطه جدا. انت البرنامج هنا بيقول لك ان انا بقدر انا اظبط لك موضوع فتح تحويل الكلام الى نص. دي موجوده بس متاحه بعمليه الشراء. تمام. هنا البرنامج يقدر يضيف لك اضافه نص سريع، اضافه نص ثلاثي الابعاد. دي حاجه برضو ما شاء الله جميله جدا، وحاجه تقدر تعتمد عليها وتعتمد على البرنامج فيها اعتماد كلي، اللي هو موضوع النصوص. 3 دي حاجه كويسه جدا يعني. هو طبعا عشان النت عندي بعافيه جدا فايه ممكن نتغاضى عنها دلوقتي. تمام. بس هو بيقول لك ان هو يقدر يضيف نصوص. تمام. النص اللي انت عايزه تقدر تعدل عليه. شوف، بتقدر تغير اللون، تعمل اللي انت عايز تعمله. كل اللي هتقدر تفكر فيه او في خيالك هيعمله لك البرنامج ان شاء الله بكل سهوله وبكل مرونه باذن الله. تمام. خلينا نتكلم عن باقي المواضيع. هنا بالنسبه للفيديوهات، الفيديو تقدر تعمل زوم، تقدر تقرب، تقدر تبعد، اللي انت عايز تعمله تعمله. اصبح ان هو الموضوع سهل جدا، بس محتاج تركيز من ساعتك علشان خاطر تعرف انت عايز بتعمل ايه، او الدنيا معاك ماشيه ازاي، او اللي هتحتاجه تعمله بمعنى اصح. حلو. ده بالنسبه لموضوع الفيديو او الاساسي يعني. هنا بالنسبه للقناع، شوف بقى انت عايز تظبط موضوع الوش، عايز تظبط العينين، عايز تظبط المناخير، اي حاجه انت عايز تظبطها هيظبطها لك ان شاء الله. في هنا برضو في شويه ادوات جميله جدا بالذكاء الاصطناعي، التقطيع بالذكاء الاصطناعي. يبدا تشغيل برضو هيتعامل معاك، والذكاء الاصطناعي موجود في البرنامج. تقدر تعتمد عليه اعتماد كلي، وهيفيدك. وحرفيا اي حاجه انت عايز تعملها قول البرنامج عليها، والذكاء الاصطناعي هيساعدك ان شاء الله. تمام. هنا الرسوم برضو، لو انت حابب تعمل اي حاجه في موضوع الرسوم، حاجات بامانه احنا كنا بنشوفها في البرامج الضخمه وفي السينمائيات. حقيقي هم عاملين شغل كويس جدا جدا ما شاء الله، اللهم بارك يعني. هنا نيجي على موضوع السمعي. موضوع السمع هنا بيقول لك ان انت عايز تقدر تكبر تعلي الصوت، تقدر تقلل الصوت. كل ده موجود معاك. عايز تظبط الكولايزر بتاعك هتظبطه. عايز تعمل تحسين الكلام بواسطة الذكاء الاصطناعي برضه هيقدر يعملها لك. ازالة الرياح، ازالة الضوضاء، كل ده هيقدر هو يعمله لك. انا حرفيا مش هعمل حاجة والله، انا ولا همنتج فيديوهات ولا حاجة، انا هنزل لك الفيديو زي ما هو علشان تتفرج عليه وتقدر تستفاد بيه في كل لحظة احنا بنستغلها مع بعض. وما تنساش في وسط كلامك تصلي على سيدنا محمد وتركز معايا ما تتوهش مني. تمام. هنا بص ما شاء الله كل حاجة موجودة وشرحها معاك كويسة، و100 فل و10. حلو. خلينا بقى نرجع على الألوان. الركن الجميل الهادي دوت ما شاء الله تحفة، عجبني جدا جدا يعني ما شاء الله. الموضوع الألوان في شوية لعب جامدين قوي. بص، بص تقدر تعمل ايه في درجة الحرارة بتاعت الصورة. بص ما شاء الله الصورة بتعمل ازاي. الصورة بتفرق 180 درجة. بص اللون، بص نقدر نعمل ايه في اللون. ما شاء الله القرعة ساحت يعني. ما شاء الله يعني اللهم بارك. هنا الحيوية بتاعت الصورة. بص الوضع بيختلف بأمانة بجد. في ثانية إلا ثانية تقدر تغير معالم الفيديو في ثانية إلا ثانية. بص التشبيع، بص التشبيع بيعمل ايه. لا بجد اللهم بارك، بجد اللهم بارك يعني. بص موضوع الضوء برضو، بص الضوء تقدر تعمل ايه في الضوء، تقدر تظبط الضوء بدرجة ايه. بص الضوء ممكن تظبطه ازاي لدرجة ان انت ممكن
يعني لو ركزت في كل لحظه هتلاقي ان انت تقدر تستغل كل كبيره وصغيره في البرنامج. تمام، ده بالنسبه للصوت. تمام، بس عايزك تركز لان الموضوع هيفرق معاك كتير جدا يعني. تمام، نيجي هنا بالنسبه لموضوع السرعه. انت عايز بقى تظبط سرعه التشغيل او ما شابه ذلك، فدي حاجه ترجع لك لانك انت هتبقى حر تصرف فيها على حسب احتياجاتك وعلى حسب الدنيا فيها ماشيه ازاي يعني. تمام، ده بالنسبه لموضوع الصوت، وده بالنسبه لموضوع الصوره. نيجي بقى على حاجه مهمه جدا، بس خليني الاول اشيل لك الفيديو ده عشان الحاجات اللي احنا عملناها، ونرجعه تاني نحطه في التابلاين تاني. تمام، ونقف هنا كده عليه. تمام، ماشي. احنا كده السلام عليكم. ممكن نشيل الفيديو خالص ونعمل له استرجاع من اول وجديد. ادي الفيديو. تمام، هنقف كده على الفيديو. ده الفيديو. الحته المهمه جدا اللي انا جاي اكلمك فيها اللي هي تقدر في ثانيه الا ثانيه، تقدر ان انت حرفيا تعمل تقطيع للفيديو في ثانيه الا ثانيه. كل اللي عليك هتعمل على كشف الصامت، كشف الصامت، وهتقول له تمام. بدايه. ما شاء الله عليه، بص في ثانيه الا ثانيه بيبتدي ان هو يقص، وبيبتدي ان هو يشوف لك الاماكن اللي انت ساكت فيها او ما بتتكلمش. بس خلي بالك عشان في حاجات مهمة جدا لازم تعملها، اللي هي ايه؟ موضوع حجم الصوت ده مش لازم تخليه على 25، ممكن نخليه على 21 او 20 كويس. تمام، هنا دي بنقدر نخليها مثلا على 2، على اعتبار ان هو ما يشيلش الحتة اللي انت بتسكت فيها او صوتك واطي فيها. تمام، هنا دي برضو ممكن نخليها على 1، ده زي ما هي تمام، الدنيا تمام زي الفل. بص ما شاء الله هنا عمل ايه في ثانية الا ثانية. بجد اللهم بارك، في ثانية الا ثانية غير كل حاجة. نقول له بقى انتهاء واستبدال. بص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل اللهم بارك، في ثانية الا ثانية بص غير كل حاجة وظبط الكلام معانا، والموضوع اصبح ان هو بقى جميل جدا. انا كل اللي انا عايز اقوله لك ان الموضوع بامانه يستاهل ان انت تكمل الفيديو للاخر، ويستاهل ان انت تقدر تشوف الدنيا ماشيه فيه ازاي، على اعتبار انه لو في اي حاجه مش فاهمها او فايتاك تقدر ان انت تستفيد بيها وتشوف فيها ايه اللي انت عايز تعمله او ايه اللي انت حابب تستفاد بيه في البرنامج. تمام، دي حاجه تانية. كده احنا خلصنا والدنيا تمام. هنيجي بقى نقول له تصدير، يصدر بقى اللي احنا عملناه ده كله. طبعا عفوا معلش انا نسيت اقول لك على حاجه مهمه جدا، موضوع التايتل. موضوع التايتل حاجه مهمه جدا جدا، لان دي من ضمن الحاجات اللي كلنا بنحتاجها وكلنا بنقدر نشوف هنحط فيها ايه بالظبط، او ممكن نضيف كلمات او ما شابه ذلك. تمام، بص ما شاء الله هو هنا منزل لك تايتلز بطريقه خرافيه. تمام، وبعد كده ايه هو هيصدر معاك والدنيا تبقى زي الفل وان شاء الله تمام. ما تنساش تفعل الجرس وتشترك في القناه، وتنزل لنا كومنت لذيذ كده من حضرتك.